عودة ملك أوروبا ريال مدريد ضد ريال بيتيس، أخبار اللاعبين ومعلق المباراة، وماذا عن أخبار المدرب القادم، وماذا حدث في تجديد عقد فينيسيوس. نحن مع ريال مدريد عند الفشل والفوز. إذا أنت مدريدي ادعمنا بلايك ويلا نبدأ. كاين أخبار كثيرة تربط عودة مورينيو بريال مدريد. صحيح مورينيو يريد العودة إلى ريال مدريد، لكن إدارة ريال مدريد لم تقرر بعد، وحتى الآن ريال مدريد ينتظر في قرار كلوب للعودة للتدريب، ومن ثم سنرى ريال مدريد هل سيتوصل بالاتفاق مع كلوب أو لا. وبالنسبة لفينيسيوس لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن تجديد العقد، وكيل اللاعب ومحيطه يطالبون بمكافأة توقيع تجديد العقد الجديد، ولكن هذا ما ترفضه إدارة ريال مدريد، يعني القضية ما زالت معلقة. لكن في نفس الوقت فينيسيوس يريد البقاء وريال مدريد يريد بقاء فينيسيوس. بالنسبة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس ستكون على ملعب ريال بيتيس على الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، وسيكون معلق المباراة الله يصبرنا حفيظ دراجي. وبالنسبة للاعبين غائبين عن المباراة عندنا كورتوا، رودريغو، أردا، تشواميني وسيبايوس. وبالنسبة للتشكيلة المتوقعة المباراة عندنا حراس المرمى لونين، ظهير الأيمن أرنولد، ظهير الأيسر كاريراس، في خط الدفاع هاوسن، روديغار، في خط الوسط عندنا بيطاريش، فالفيردي، بيلينغهام، في خط الهجوم براهيم دياز، مبابي وفينيسيوس. أعطونا توقعاتكم لمباراة اليوم، وريال مدريد بمن حضر. هلا مدريد.